هي مصر محتاجه ايه عشان تصعد لكاس العالم رسميا؟ هنرجع على طول على ترتيب منتخب مصر. منتخب مصر معاه 20 نقطه، وبوركينا فاسو اللي هي اقرب منافس ليه معاها 15 نقطه، وكل منتخب فيهم ليه مباراتين لسه هيلعبهم. هنفترض ان بوركينا فاسو فازت في المباراتين بتوعهم، هيكون معاها 21 نقطه، ومصر لسه معاها مباراتين كاملين، يعني مصر محتاجه نقطتين عشان تصعد لكاس العالم رسميا. فمنتخب مصر لو فاز في مباراه واحده ضمن التاهل رسميا لكاس العالم، ولو اتعادل في مباراتين ضمن برضه التاهل رسميا لكاس العالم. طب افرض منتخب مصر تعادل مباراه وخسر في مباراه، فالحاله ديت هنتساوى في النقاط، هيكون معانا 21 نقطه وبوركينا فاسو معاها 21 نقطه. هنتجه على طول على الاهداف، اللي معاها اهداف اكتر هيتاهل لكاس العالم رسميا. منتخب مصر حاليا معاه 14 هدف، ومنتخب بوركينا فاسو معاه 11 هدف، فمنتخب مصر عنده اهداف اكتر. فان شاء الله مصر هتلعب النهارده في تمام الساعه 7 مساء مع جيبوتي. ان شاء الله هتكون مباراه قويه جدا جدا، وان شاء الله مصر هتضمن النهارده التاهل رسميا لكاس العالم. منتخب مصر منتخب قوي وقادر على هزم جيبوتي النهارده ان شاء الله. نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني والصعود لكاس العالم ان شاء الله اليوم.